مراد كان شايل سيرين اللي هي كانت بتمثل وطالع على سلالم القصر اما عن نورة، فكانت مقورة قهرها بنت لذينة. مراد خبط على الباب عشان خاطر خديجة تفتح. خديجة فتحت وبصت له باستغراب، لكن اول ما شافت شكل سيرين انصدمت. هو دخلها على السرير على طول وبص لها وقعد جنبها. هي مالها؟ ايه اللي حصل لها؟ ابدا، هي كانت واقفة مع نورة وفريدة، ومعرفش لانها بتصوت وبعد كده اغمى عليها. بتصوت؟ لان عمرها ما صوتت في حياتها اصلا. معرفش. بقولك ايه، معلش خليكي معايا ثانيه واحده بس. هطلع بره اكلم الدكتور وهاجي على طول. لا لا، دكتور ايه؟ مش انت قلت ان هي مغمى عليها؟ ايوه مغمى عليها. طيب تمام، ثانيه بس. طلبت من خدامه ان هي تجيب بصل، وفعلا الخدامه جابت بصل، قطعتها هي وقربتها من مناخير سيرين. سيرين فات بسرعه وقالت ايه القرف ده. مراد بص لخديجة بذهل وقال لها ايه ده، هو انت عرفتي الطريقة؟ انت عرفتي ازاي تصحيها؟ لا ابدا، لما احنا كنا في الملجأ، لما كان اي حد بيغمى عليه كنت بشوفهم بيعملوا كده عادي يعني. احنا مش شرط ان احنا نكلم الدكتور على طول يعني. اه طيب تمام. سيرين، هو انت كويسة؟ اه يعني انت شايف ايه؟ انا كويس. لو انت شايف ان انا كويسة فانا كويسة. تمام. اه تمام، انا بس ما اعرفش هما ليه عملوا فيا كده. انا غلبانه ومن ساعه ما جيت القصر انا ما عملتش حاجه ولا لقيت حد، وبحاول اتقرب منكم يعني وابقى كويسه. انا مش عارفه انتوا ليه بتعملوا فيا كده. سيرين، بلاش يعني التمثيل الاوفر ده. انت مش طيبه ايوه يعني. وبعدين ايه اللي بتحاولي تقربي مننا؟ احنا اول ما جيت هنا كنت هربتي مرتين يا سيرين، هربتي مرتين. خلاص خلاص، انت هتمسكي عليا يعني. اه يا سرين يا غلبانة، يا اللي الدنيا كلها جاية عليكي. اه، مش جيت انا في دار ايتام وبعديها العيلة معرفش مالها وحياة صعبة قوي، انا تعبت. معلش يا سرين. الجد دخل وخبط على الباب، دخل وبص لسرين. سرين انت كويسة؟ والله انا مش هبقى كويسة الا لما حقي يجيلي. ما هو ما يصحش كده يعني، ايه الفساد وقلة التربية دي؟ مش معقول يعني ايه تمسكني وتضربني بالطريقة دي؟ لا لا لا، دي حتى ما عملتنيش زي بنتها. انا مش قبل الموضوع ده خالص، ومش هسكت الا بقى لما نورا بنفسها تيجي تعتذر لي. خلاص يا سرين، انا هخليها تعتذر لك تمام، وهجيب لك حقك. ايه دي بقى؟ طيب تمام، من ناحية كده قشطة. الف حمد لله على السلامة. يلا انا خارج، حد عايز حاجة؟ قالوا هما لأ، وهو خرج ومسك ايد نورة ودخلها على المكتب بتاعه. نورة، اللي انت عملتيه في سرين ده؟ قالت هي بنبرة. والله ما عملت لها حاجة، البنت دي بتمثل وكدابة. والله انا ما لمستها اصلا. دي والله ما عملت اي حاجة ليها، دي بتكذب. يعني انت هتصدق بنت الملجأ دي؟ بنت الملجأ والشوارع؟ انا والله لو قلت لها دراعها بس. نورة، واحدة واحدة هتبدأي تعترفي. انتي ليه عملت لها كده؟ على العموم انا مش هسمع منك مبررات، بس كل اللي انا عايزه منك ان انتي بكره الصبح تعتذري لسليم. كل اللي انا طالبه منك دلوقتي انك تعتذري لسرين بكره الصبح. نعم، اعتذر لسرين بنت الملجأ والشوارع؟ سيرين دلوقتي مش بنت الملجأ والشوارع، سيرين بنت عائلة العزباوي. يعني هي زي المحروس ابنك وزي بنتك وزي اي حد هنا في العيلة. بعد ما مراد اطمن على سرين طلع هو من الأوضة. خديجة بصت لسرين، إلا أول ما مراد خرج قامت ولا كأنها فيها أي حاجة، لأنها كانت كل ده بتمثل أصلا. إيه ده؟ إيه بقى التمثيل ده يا سرين؟ يا بنتي أنا مستغربة، أنت إزاي ما عرفتيش إن أنا بمثل؟ ده أنت صاحبة عمري، إزاي ما كنتيش عارفة بقى؟ بصي مش مهم، بس أنت ليه عملت كده؟ سرين حكت لها على كل حاجة. يا لهوي، إيه ده؟ يعني انتوا الاتنين حاطين الواد في دماغكم؟ يا نهار أبيض. طب ليه يا سرين؟ وبعدين ليه تدخلي اوضته كده؟ يا بنتي ما انا حكيت لك اهو، هي جت ودخلت اوضته من غير قصدي. فاهمه بقى الدنيا كانت ماشيه ازاي؟ وبعدين انا يعني هي بقى ليه تحط دماغها مع الواد ها؟ وبعدين هما بيستغلوا مراد، هما عايزينه عشان خاطر فلوس، لكن انا عايزاه عشان خاطر قلبه. لا والله، قلب مين يا سرين؟ سرين، ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده. لا جواز، لا تبعدي عنه خالص وتعامليه كأنه ابن عمك وبس. جواز ايه؟ بصي، فكرة الجواز دي فكرة مستفزة. يعني إيه مستفزة جدا. لكن فكرة ان انا ابعد عنه فكرة مخيفة، معرفش ليه بتضايق قوي من ان انت بتقولي كده. سيرين، احنا اتفقنا ان انت مش هتعملي الحاجات دي تاني،
واللي حصل زمان مش هيتكرر تاني. تاني يوم في قصر عائلة العزباوي، كانت نورة واقفة قدام سيرين بكل عصبية، وهي مش طايقة نفسها هتعتذر لسيرين قدام كل العيلة وقدام حتى الخدم، إما عن البنت اللي سيرين كانت قاعدة وبصة لضوافرها بغرور وهي بتلعب في ضوافر ايديها، وبصت لنورة لثواني، اما عن نور فبصت للجد اللي كان بيبص لها بحد، بمعنى ان هي تعتذر. اول مرة تحس بالاهانة والذل، طبعا للاسف مش اهانة ولا ذل، لكن بالنسبة لنورة هي اهانة وذل. لازم الكل هو اللي يعتذر لها على ابسط الغلطات، لكن هي ولا تعتذر ولا تخضع لحق حد ولا لأوامر حد. أخدت نفس عميق وهي بتحاول تقول الكلام لأول مرة، تقول كلام ويبقى تقيل على قلبها قوي كده، وما تبقاش عارفة إن هي تقوله، ولسانها يتهته قدام حد، حاسة هي بإهانة كبيرة جدا. أنا أنا آسفة. سيرين قامت بغرور وقالت: برافو برانسس، يلا يا أختي كملي أنت عليك، يلا أنا قايمة بقى عشان أنا ورايا شركة. سيرين ممكن تكوني تعبانة وممكن ما تقدريش انك تروحي الشركة. لا لا عادي جدا، انا ولا ارض تهزني ولا اي حاجة. بصت هي النورة وقالت بغرور: انا ولا ارض يهدني ولا حد يهزني، يلا عشان نروح الشركة يا استاذ مراد، يلا. كانت راكبة العربية مع مراد، ومراد قال لها: انت متصورة ان نورة اول مرة في حياتها تعتذر لحد؟ يا بنتي ده دمرت نص طفولة القصر ومرضتش تعتذر. دي حتى ما كانتش بترضى تعتذر للجد نفسه. يا ابني انا غير اي حد، وبعدين اصلا هي كان لازم تعتذر يعني، انا لو كنت مكانها الصراحة يعني ما كنتش هعتذر. نعم، ايوه انا مع عمري ما اعتذرت لحد ولا هعتذر لحد. كانت نورة واقفة في الأوضة الخاصة بيها وعمالة تلف وتدور زي الثعبان، إما عن جوزها فكان واقف وبيبص ليها: في إيه يا نورة؟ إيه القصة؟ حكيت له على كل اللي حصل. انا اعتذر لبنت الشوارع؟ انا عمري ما اعتذرت لحد، ويوم ما اعتذر لبنت شوارع زي دي؟ ما تدي شويه يعني، وبعدين انت بنت عائله العزباوي برضه، الجد كان عنده حق، هي مش بنت شوارع، بس انت لازم تاخدي الموضوع بالراحه. ماشي يا سرين، ماشي، انا هربيك، وانت بقى اللي اخترت الحرب، ونشوف مين هيضحك في الاخر. او اقول لك انا هنزل واقول للجد على كل اللي حصل. استني، هتقولي لمين؟ طبعا هيقول اللي انت اللي بتقولي كده وخلاص، وساعتها بقى تتحسب عليكي حاجه وحشه اكتر، وهتحسب ان انت حربايه اكتر. بقول لك ايه، ما هم كده كده عارفين انا حربايه، بس انا بقى مش هسمح بالاهانه دي. اهدي بقى، وادام البنت بدات بخبث فانت كمان ابدأي بخبث، وخبث بخبث. كان بيكلم طاهر حلا وظاهر على وشه ابتسامه كبيره جدا. خلاص، النهارده انا مش هيبقى عندي شغل وهنخرج مع بعض زي ما انت عايزه. ظهر على وشها ابتسامة وهي بتقول: ياه بجد انا مبسوطة قوي. طيب انا هستناك، انا هو هلبس وهستناك، تمام؟ خلاص تمام. فعلا لبست، وكان واخدها هو وماسكها بايديها. كان ظاهر على وشه ابتسامة، بيبقى مبسوط قوي وهو معاها، لولا الظروف الاجتماعية كان زمان اتقدم لها من زمان. كانوا قاعدين هما على النيل وكانوا مبسوطين قوي، لحد ما حلا اتكلمت وقطعت فرحته وتبدل الفرحة الحزن لما هي قالت: اسمع يا طاهر، ما ينفعش اللي احنا فيه ده، انا مبسوطة قوي معاك، بس انت لازم تخطبني، عشان خاطر كده ما ينفعش. انا عارفة ان الظروف الاجتماعية مش مساعدة، بس احنا لازم نكون عملنا اللي علينا. ممكن تتقدم لي لبابا؟ جرب، مش هتخسر حاجة، صدقني. لو رفضك نبقى نشوف ساعتها هنعمل ايه. حلا، انت عارفة ان انا بحبك قوي ومش هقدر ان ابعد عنك، وانا انا انا خايف. ما تخافش انا معاك، صدقني ان شاء الله بابا هيوافق. انا عارفه ان بابا بيهتم بحته الفلوس دي شويه، بس ان شاء الله يوافق. وبعدين انت مش شخص فقير، انت بس كل الموضوع ان انت اول ما هتشتغل ويبقى معاك شهاده، انت هيبقى معاك فلوس وهنعيش حياه كريمه. وعارف، حلو قوي ان اكون معاك كده من الاول خالص، صح؟ تبقى احلى العلاقات. خلاص، عشان خاطرك انت بس يا حلا، ان شاء الله. تمام، انا هروح لباباك، هحدد ميعاد، بس يا رب يوافق. خايف قوي وقلقان، متقلقش.